انت ترتيبك كام في الشله؟ تفتح التليفون تقارن نفسك ب6 مليار بني ادم. انت بتقارن يومك العادي الممل بهايلايتس بتاعت 1 ملياردير. المقارنه الاعلى upward comparison، ليه هو وانا لا؟ ليه ليه؟ يا لهوي على السواد. وفي المقارنه الاسفل، دي لما تبص للي اقل منك عشان تحس انك كويس وتقول الحمد لله ده انا احسن من غيري. ده بيبقى ايجو مستخبي، لان قيمتك هنا معتمده على ان في حد تاني واقع، مش عشان حضرتك ناجح. السوشيال ميديا خلتنا بنقارن كواليس بتاعتنا بمسرح الناس التانيه. انت بتشوفي صوره صاحبتك وهي بتضحك في باغي، انت بس شفتي اللحظه المثاليه. ما بتطلعش من السينما ليه زعلان انك مش بتطير. في حاجه اسمها متلازمه اشمعنى. اي خبر حلو لحد تاني بيوجعك. نهار اسود ومنيل على الناس. صاحبك جاب عربيه، هو يستاهل اكتر مني في ايه؟ ودي علامه على انك انسان قذر، انسان مش شايف النعمه. عرض تاني اسمه هوس التتبع، بتراقبه عشان تتاكد انك مش متاخر عنه، ولو وقع بتحس بشماته لذيذه كده ومرضيه. فشل، هو فشل. الحمد لله. اتعلمت حاجه جديده، وعيك زاد. هل بقيت اهدى؟ يبقى انت كسبان حتى لو حسابك في البنك لسه مصفر. احنا عمالين بنملى عينينا من غير ما ناخد بالنا بمسجز او بحاجات بتوجع روحنا.